السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مصرية. النهاردة هنعمل المعلقة للشطاف الاول، وعشان نشتغلها هنشتغل بخيط مجدول وعصاية 50 سنتي، وهنعمل العقد دي. المقاسات هنستخدم 8 فتلات مقاس 350، و8 فتلات مقاس 4 متر، و8 فتلات مقاس 4 متر ونص، و8 فتلات مقاس 5 متر، وفتلتين مقاس 5 متر ونص. هوضح لكم في صندوق الوصف كل واحدة بتتحط فين بالظبط. بنعمل عقدة البداية على العصاية، وهنعمل 30 فتلة، وهيعملوا لنا ال30 فتلة زي ما انتوا شايفين كده، هما 30 على العصاية 50 سنتي. هنبدأ نشتغل من اي اتجاه، اليمين او الشمال. هنعمل العقدة المربعة. ال30 فتلة هيطلعوا لي 15 عقدة، وزي ما انتوا شايفين العقدة المربعة اهي بنعملها بالمنظر ده. المعلقة اخدت كيلو الا ربع. كل ما كان الخيط سميك بياخد اطول حسب الخيط اللي بتستخدميه. لو هتستخدمي خيط 2 ملي بيكون الاطوال اقل من الاطوال اللي انا قلتها. كل ما الخيط بيبقى اسمك كل ما بياخد اطوال او امتار اكتر. دي من التريكات اللي موجودة في شغل المكرمية. وزي ما انتم شايفين العقدة المربعة اهي، هما 30 فتلة على المجوز على العصاية، هيعملوا لنا 15 عقدة. تقسيمة الخيط مهمة عشان هتطلع لنا شكل المثلث من تحت في النهاية، فبنحط الأقصر من بره والأطول هو اللي بيتحط في النص. بنشتغل عقد مربعة بمقدار 3 سطور. ده السطر الأول، واحنا ماشيين في كل فيديو هنقول لكم التريكات اللي تخلي شغلك مظبوط ومقاساتك للشغل مظبوطة. عملنا 3 ادوار من العقدة المربعة. انا ما طولتش عليكم قوي. هنبدأ نقسمهم ل5 مجموعات، كل مجموعة عبارة عن 3 عقد. بعد الصف الثالث من العقد هنبدأ نشتغل كل 3 عقد بيشتغلوا لوحدهم، فهنقسمهم ل5 مجموعات. كل مجموعة هناخد الجزء اللي في النص. بعد ما خلصنا ال3 صفوف من العقد المربعة هنشتغل على الفتلة اللي في النص زي ما انتوا شايفين كده، عقدة واحدة بس مربعة، والاتنين اللي على الجنب مش هشتغل عليهم عقد مربعة. بعد كده هبدأ اشتغل على العقدتين اللي على الجنب بالعقد المزدوجة المائلة. هاخد ال4 فتلات اللي عاملين لي عقدة مربعة، واللي ده بالنسبة لي يعتبر الصف الرابع، وهنبدأ نشتغل العقدة المربعة العقدة المزدوجة المائلة على ال4 فتلات. انا حبيت اختصر الفيديو فعملنا 3 صفوف العقد، وبنبدأ نشتغل. قسمناهم ال15 عقدة، قسمناهم 5 5 5، عملناهم 5 جروبات، كل جروب فيه 3 عقد. وال3 عقد المربعة بدأنا ان احنا نشتغل عليهم زي ما انتوا شايفين كده. العقدة اللي في النص بنشتغل عليها عقدة مربعة اللي في النص بس عشان تديني شكل القلب لجوه، واللي على الأطراف بنبدأ نشتغل عليها عقدة مائلة، عقدة مزدوجة مائلة زي ما انتوا شايفين. هاخد الطرف اللي باقي منها وهاخد من الفتلة اللي جنبها عقدتين، هشتغل عليهم برضو عقدة مزدوجة مائلة عشان يديني شكل ال8 بتاعت القلب من فوق.
الفتلتين. يبقى كده قسمناهم، التلات عقد عملوا لي 6 فتلات، اشتغلت على 6 و6 عملوا لي 12 فتلة. 6 و6 4 اشتغلت عليهم مزدوجة مائلة مع بعض، وبعدين خدت منهم الفتلة واشتغلت على الاتنين التانيين، عملنا ال8 دي. نفس اللي هنعمله في الشمال هنعمله في اليمين. هنعمل برضو هنا عقدة مزدوجة مائلة عشان تديني برضو ال8 بتاعة شكل القلب اللي من فوق. بالعقد المزدوجة المائلة. وبنكملها نفس اللي هنعمله في الجروب اللي انا شغالة بيه هو اللي عملته في الجروبات التانية، مع اختلاف هنا الوحدة. هنشوف واحنا ماشيين هفهمكم اكتر. بنكمل بالعقدة المزدوجة المائلة اللي بتديني راس القلب على الأربع الفتلات اللي على الجنب، ولما بخلصهم باخد واحدة منهم وبشتغل على الفتلتين اللي في النص. كده أكون عملت شكل القلب، راس القلب من فوق، وبقفله عشان يبقى شكله مقفول. نقفل القلب من فوق، راس القلب. عشان كده يبقى فيه 8، 8 على الشمال و8 على اليمين، ودي بتبقى راس القلب. بعد كده هنبدأ نشتغل عقدة الشبكة، أنا بسميها عقدة الشبكة، اللي هو الشكل ده عملناه. هنبدأ نعمل الشبكة ازاي؟ هناخد طرفين، الطرف من الشمال وطرف من اليمين، وهنستبعده، وهنبدأ نشتغل على الفتلات اللي في النص. هاخد فتلتين وهبدأ اعملها، احط واحدة فوق وواحدة تحت، شكل الشبكة بالظبط. العقدة دي سهلة وبتدي شكل جميل جدا، بنملى بيها فراغات كتير بتبقى شكلها كويس. واحدة فوق واحدة تحت، هما فتلتين بس اللي باخدهم بشتغل عليهم، بنزل بيهم زي ما انتوا شايفين، فتلتين من الشمال اهو كده، ونبدأ نخلي واحدة فوق واحدة تحت، شكل الشبكة بالظبط، شبكة الصياد. وبعدين باخد الطرف التاني كذلك، نفس اللي عملته هنا بعمله هنا، باخد الاتنين دول هم اللي بشتغل عليهم، الطرفين الفتلتين اللي على اللي بره هم اللي باخدهم وببدأ بيهم الشبكة، بحيث يطلعوا الاتنين زي بعض ويكملوا بعض كمان عشان يوصلوني لشكل القلب في آخرهم. ببدأ فتلة فوق وفتلة تحت، فتلة فوق وفتلة تحت. بنكمل. وبعدين باخد الفتلة التانية وببدأ أكمل الشغل. لو حسيت ان في لخبطة بفك الفتلتين اللي فوق عادي جدا وبرجع اكملهم، بحيث يبقى الشكل كله متجانس، واحدة فوق واحدة تحت، واحدة فوق واحدة تحت، لحد ما يعملوا لي شكل السبعة لتحت. المهم في النهاية يبقوا عدد الفتلات اللي في الشمال قد الفتلات اليمين ويدوني الشكل ده. الشكل اتظبط معايا تمام، ببدأ اشتغل عواد مزدوجة مائلة على الطرفين عشان يديني شكل القلب. وبنبدأ نكمل. عذرا بس الجزء ده ما كانش الموبايل كان شغال فما صورش، فصورته لوحده. فبنشتغل عقد مزدوجة مائلة، فهتحسوا ان الشكل مختلف شوية. عشان نعمل شكل القلب.
طرف القلب فوق عشان نعمل التمانية كنا بنشتغل عقد مزدوجة للخارج، هنا هنشتغلها للداخل عشان تديني السبعة اللي تحت. بنكمل العدد اللي عملناه في الشمال هو اللي هنعمله في اليمين. زي ما قلنا سمك الفتلة بيفرق معايا في شكل الغرزة، في شكل العقدة، وفي طول الخيط اللي بستخدمه. بالعقد المزدوجة المائلة بنكمل على الشمال واليمين. نبدأ الجزء التاني نفس اللي عملناه هناك هنعمله هنا بالظبط بالعقد المزدوجة المائلة اللي بنشتغلها لجوه. عشان نعمل شكل الشبكة زي ما قلت لكم بنعمل واحدة فوق واحدة تحت، نعدل الخيط من تحتيها ونعمل شكل الشبكة. وانا بشتغل بخلي بالي جدا باخدهم بالترتيب عشان مفيش واحدة تعدي التانية فتبوظ لي الشكل. بنكمل ما بنسيبش فتلة، وخدوا بالكم كويس عشان الفتلات ممكن تلخبطك في ترتيبها. بنكمل بالمزدوجة المائلة. لحد ما بنقفل القلب من تحت. دي كده نص الوحدة اللي فوق. هنبدأ نشتغل ونكمل. هناخد الفتلتين اللي على الجنب ونستبعدهم شمال ويمين، هيبقى عندي 4 فتلات هشتغل عليهم عقد مزدوجة مائلة. هكمل نفس خط القلب وبنكمل على نفس الخط بالعقد المزدوجة المائلة لل4 فتلات على اليمين و4 فتلات على الشمال. طبعا الفتلة هنا شكلها مختلف، هي نفس الفتلة اللي اشتغلت بيها الشغل الأصلي بس كانت قصيرة شوية، فهتحسوا ان شكلها مختلف من الجناب موصلوها يعني. هنشتغل من اليمين والشمال على 4 فتلات بالعقد المزدوجة المائلة على نفس خط القلب بحيث انه يدونا شكل التمانية. زي ما حضراتكم شايفين الفتلة كانت صعبة معايا شوية، بس ده مش الشغل الأصلي، ده نموذج بس بحيث ان هي ما كانش بيصور الموبايل. بنكمل الفتلة التانية والتالتة بالعقد المزدوجة المائلة. عملنا شكل التمانية. هنبدأ نشتغل عقد مزدوجة مائلة بشكل تاني خالص. هنا 4 وهنا 4 فتلات. هنبدأ ناخد اللي فوق، وبدل ما كنا بناخد من جوه هناخد أول فتلة من جوه، هتبقى هي آخر واحدة من الفتلات، هتبقى هي أول واحدة والأولى هتبقى الأخيرة، وهكذا بحيث ان هو يديني شكل كأنها مفتوحة شوية. دي كان اخر فتلة بنشتغلها، لا هنخليها اول فتلة، هي اطول فتلة هنخليها اول فتلة
فاللي يليها فاللي يليها برضو بتدينا عقد مزدوجة مائلة، بتدينا شكل جميل جدا، كأنها وردة بتتفتح أو كأنها شكل مجسم شوية. ونفس الشغل هعمله الطرف التاني، هاخد الفتلة اللي بره وهبدأ اشتغل اول فتلة من جوه، باخد من جوه، باخد البعيدة وبشتغل عليها مش القريبة، ببدأ بالبعيدة وبخلي القريبة اخر فتلة بشتغل عليها. اولى والتانية، هي التانية بتبقى هي التانية، والتالتة بعد كده، وبنقفل الشكل. بعد ما قفلنا الشكل بنبدأ نشتغل على الجناب، الفتلتين اللي سيبناهم بنشتغل عليهم برضو عقد مزدوجة كلها في اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين، كلها بترمي لبره. ومن الطرف التاني كذلك بخليها برضو بترمي لبره، كلها في نفس الاتجاه، عقدة مزدوجة. هنا هترمي ناحية ايدي الشمال، والناحية التانية هترمي ناحية ايدي اليمين في نفس الاتجاه، سواء الشمال بنشتغلها نفس الشغل، الفتلة تبقى من بره، واليمين كذلك. بشتغل قد ايه؟ بشتغل هنا على الفتلة اللي انا شغلاها 16 عقدة عشان تعمل تقوس من الجنبين. الشكل ده ممكن بيستخدموه بيعملوه في شكل البومة. انتي وفنك بقى، وحاولي تتخيلي وتعملي اشكال جديدة عن اللي انا عاملاها. بنعمل 16 عقدة مزدوجة من ناحية الشمال ومن ناحية اليمين على الفتلتين اللي انا سايباهم. بعد كده بنبدأ نوصلهم زي ما انتوا شايفين، الفتلة الخارجية من بره، وبرضو الناحية التانية كذلك الفتلة الخارجية من بره. نكمل الشغل. طبعا الشغل شكله مختلف شوية، هنا باينة أوضح شكل الوردة اللي بتتفتح في الداخل. وهنبدأ نشتغل برضو عقد مزدوجة عشان نقفل القوس بحيث انها تبقى مدية شكل تقوس شوية. بسيب الفتلة الخارجية اللي بره، ما بجيش جنبها، وببدأ من اللي كنت شغالة عليها وبشتغل عليها من الفتلات اللي موجودة كلها عقد مزدوجة، بسيب واحدة وبشتغل على التانية. لحد ما بوصل للنص الشكل ده، بحيث يديني برضو تاني، برجع تاني بكون راس القلب زي القلب اللي فوق. نشتغل عقد مزدوجة مائلة على الفتلات دول. دي اخر واحدة الناحية دي. هنبدأ ناخد برضو من الناحية التانية، هاخد الفتلة دي هي اللي هشتغل عليها زي ما عملت هنا، اي فتلة زي ما انتم شايفينها، الفتلة اللي انا كنت بلف بيها موجودة ما زي ما هي، ما اشتغلتش عليها. هبدأ برضو اسيبها من الناحية التانية وهشتغل عقد مزدوجة على الفتلة التانية بحيث ان انا اربط الشغل واعمل في نفس الوقت راس القلب اللي فوق. عشان بقفل بس الشغل. بنكمل بالعقد المزدوجة كده، عملنا زي راس القلب. هنبدأ نخلصها وهنعمل قلب تاني، ده هيبقى دي اخر الوحدة. نفس اللي نعمله في اليمين هنعمله في الشمال بالنسبة
الوحدة دي كلها كاملة بنعملها مرة واحدة من اليمين ومرة واحدة من المعلقة من الناحية الشمال، يبقى عندي كل اتنين متماثلين ما عدا اللي في النص بتبقى أطول شوية، عشان احنا قسمناهم 5 مجاميع. دي أول مجموعة وبيتعمل زيها بالظبط ناحية الشمال. بنكمل وبنقفل الراس اللي تحت، كده الجزء الفوقاني خلص. هنبدأ نعمل القلب التاني، نفس اللي عملناه فوق هنعمله تحت. هنبدأ نعمل راس القلب اللي فوق وجواه الشبكة، وهيبقى ده آخر الوحدة. هنقسم الخيط، هناخد 4 فتلات اللي بره هنشتغل عليهم عقدة مزدوجة مائلة، وهسيب الفتلتين اللي جوه. بنشتغل عليهم عقد مزدوجة مائلة. على ال4 فتلات. ال4 فتلات اللي بره بشتغل عليهم عقدة مزدوجة مائلة للخارج. ودي آخر اهي فتلة. بعدين باخد واحدة الفتلة الأخيرة الرابعة، باخدها بشتغل عليها الفتلتين اللي سبتهم في النص، نفس اللي بعمله في اليمين بعمله في الشمال. وبنقفل راس القلب. بنكمل وبعدين بنبدأ نعمل الشبكة. بستبعد فتلة والفتلة نفس الشكل بنعمله تاني، الفتلتين اللي على الطرفين بنستبعدهم وبنبدأ نعمل الشبكة. باخد الفتلتين دول هما اللي بشتغل عليهم، نبدأ بيهم الشغل فوق تحت والاتنين عكس بعض. وابدأ اخد برضو الفتلتين اللي من الناحية التانية واعمل عليهم نفس الشبكة اللي عملتها. اهم الفتلة دي باخدها فوق تحت تحت فوق. لو حسيت ان الفتلتين اللي جنب بعض متماثلين بفك الفتلة من فوق وبرجع اعملها على عكس، لو انا بادئه من تحت ابدأ من فوق، لو بادئه من فوق ابدأ من تحت. اهم هنا كده حسينا ان في الاتنين زي بعض. شايفين في مشكلة، فببدأ ان انا افك واعمل عشان ما يبقوش في اتنين جنب بعض زي بعض بالظبط. وبنعكس، شوف بدأنا ايه بنعكس بالعكس عشان نوصل ان هما كلهم يبقوا متجانسين وعاملين لي شكل الشبكة.
بنكمل. كده الشكل اتظبط معايا وعمل لي شكل القلب. هبدأ بقى اكمل بالعقد المزدوجة المائلة لجوه. وهي دي الوحدة اللي بشتغلها، نفس بالظبط الشغل اللي عملته الناحية دي على الثلاث عقد من فوق اللي بدأنا بيهم، اللي هي كانت أول مجموعة. احنا قسمناهم هي 5 مجاميع. بعمل الطرف من أول المعلقة زي اللي من طرف آخر معلقة بالظبط، نفس الشغل بالظبط بنفس العدد. الوحدة اللي جنبها على طول بنزود كمان شكل. الوحدة عندنا مكونة من ايه؟ من قلب فوق وقلب تحت، والشكل اللي في النص ده اللي هو يشبه وش البومة إلى نوعا ما. بنكرر، يبقى أول طرف على اليمين وأول طرف على الشمال زي ما انتم شفتوا في الصورة في أول الفيديو، كان عبارة عن وحدة واحدة اللي أولها فوق قلب وتحتها قلب. تاني وحدة على اليمين. كده خلصنا أول 2 على الطرفين. الاتنين اللي جنبهم على طول من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال بنعمل بدل الوحدة دي بتبقى وحدتين، يعني مجموعة من قلبين فوق تحتها على طول مجموعة من قلبين تحت. اللي في النص ممكن تعمليها 3 وحدات. أنا استكفيت لأن أنا عملتها 1.5 وخليت الختام بتاعي زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو كان هو الشكل اللي يشبه شكل البومة المقوس من جناب، وحطيت له من تحت دلايات خفيفة كده من مجموعة من الشراشيب على شكل دلايات، فهي ادت بس الشكل بس كده. ده برضو الفينش بتاعه انتي وذوقك، حابة تحطي فيه خرز من تحت وتحطي شراشيب في ال5 وحدات براحتك. ده يرجع لذوقك وامكانياتك، الحاجات المتاحة عندك اشتغلي بيها. بخلي بالي جدا وانا شغالة في الشبكة ما تلخبطش في الخيط، بسحب فتلة فتلة بالترتيب. اكتر حاجتين بنشتغل فيهم في الفيديو هنا العقدة المربعة والعقدة المزدوجة المائلة. كده الوحدة بتاعتنا خلصت، قلنا مكونة من قلبين، قلب فوق وقلب تحت بالشكل المقوس من الجنبين. دي كده الوحدة خلصت. دي زيها بالظبط الناحية التانية اللي جنبها عبارة عن وحدتين، يعني 4 قلوب. نفس الوحدة دي معمولة مرتين في اللي جنبها بالظبط، عشان كده بندرج طول الخيط. ادي الوحدة وادي 1.5. أسفل مكونة من 3 قلوب. الوحدة الأخيرة عملناها مكونة من